إجلاء الرعايا الأجانب من السودان ده لا يبشر بخير. نفس الموضوع ده شفناه قبل الغزو بتاع أفغانستان، وحصل برضو قبل غزو العراق، وحصل برضو في بداية الحرب الأهلية السورية، ودلوقتي بيتكرر بالملي في السودان. ده معناه إن السودان بتتعد إنها تبقى سوريا تانية لا قدر الله. وهيحصل بقى في دعم، دول هتدعم حميدتي ودول هتدعم البرهان، والدنيا تخرب. والهدف جر مصر لحرب في السودان. مصر مطلوبة، الجيش المصري مطلوب انه يتدخل في السودان او في ليبيا. في توقعات كتيرة جدا، والمشهد بيقول ان ممكن تتفتح جبهة ليبيا مرة تانية. هم عايزين الجيش المصري يخش في حرب عشان يتم انهاكه، زي ما بيتعمل في الجيش الروسي في اوكرانيا كده بالظبط. فصراحة انا مشفق على متخذ القرار المصري، لأن الأمور كلها بايظة وجاية في وقت إن إحنا في أزمة اقتصادية طاحنة. فتحريك قوات أصلا خارج البلد هيبقى مكلف بطريقة رهيبة جدا، مش هنستحملها أساسا. ناهيك عن سقوط ضحايا بقى من الجيش، لأن هتبقى حرب طاحنة هيتم استنزاف الجيش المصري فيها. وإن شاء الله ربنا لا يقدر وما يحصلش الكلام ده، ربنا يسترها.